السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام على قناة أوقات نيوز. في واقعة أثارت الكثير من الجدل والتساؤلات داخل المملكة المغربية وتحديدا بمدينة مراكش، شهد محيط سور المدينة العتيقة بالقرب من مدخل باب دكالة بشارع أحمد أوقلة مساء الثلاثاء 21 من أبريل حدثا غير مألوف جذب انتباه المرة وأشعل النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي. القصة بدأت عندما أقدمت مجموعة تضم أكثر من 20 رجل دين يهودي على أداء طقوس تعبدية تلمودية في الفضاء العمومي، في مشهد وصف باللافت والغريب بالنسبة لعدد من الحاضرين. الطقوس جرت في حدود الساعة 9 ليلا وسط أجواء هادئة، قبل أن تتحول إلى محور اهتمام واسع بعد توثيقها في شريط فيديو انتشر بسرعة كبيرة عبر المنصات الرقمية. الفيديو المتداول أظهر لحظات أداء الشعائر بشكل واضح، ما ساهم في تضخيم التفاعل وفتح باب النقاش بين المتابعين، حيث انقسمت الآراء بين من عبر عن استغرابه من اختيار موقع حيوي كهذا لممارسة طقوس دينية، وبين من اعتبر الأمر عادياً في مدينة تعرف بتنوعها الثقافي والديني وانفتاحها على الزوار من مختلف أنحاء العالم. وبحسب المعطيات المتوفرة لم تستمر هذه الطقوس طويلاً، إذ غادرت المجموعة المكان بعد فترة قصيرة على متن حافلة للنقل السياحي دون تسجيل أي تدخل يذكر، وهو ما زاد من حدة التساؤلات حول طبيعة تنظيم مثل هذه الأنشطة في الفضاءات العامة وحدود تقبل المجتمع لها. في المقابل أعاد انتشار هذا المقطع إلى الواجهة نقاشاً أوسع حول التوازن بين حرية الممارسة الدينية واحترام خصوصية الفضاء العام داخل المدن المغربية، خاصة في المناطق ذات الطابع التاريخي والسياحي. كانت هذه تفاصيل الواقعة التي شغلت الرأي العام. نتابع معكم كل جديد أولاً بأول. لا تنسوا الاشتراك في قناة أوقات نيوز وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.